الوقت بيجري والأسعار مش مضمونة، والشطارة بجد إنك تملي بيتك بالخير وتلحقي خضار الشتاء وهو في عزه وأرخص سعره. من أول القلقاس لحد الملوخية جبتلك خلاصة الخلاصة في التخزين عشان طعم الخضار يفضل طازة كأنك لسه جايباه. يلا بينا نبدأ واحدة واحدة. أولاً القلقاس، هات الكمية اللي تناسبك واغسليها كويس جداً وهي بقشرها، سيبيها تنشف تماماً وبعدين قشريها وقطعيها مكعبات. نصيحة: قسمي كل طبخة في كيس لوحدها عشان السوى يظبط، وعلى الفريزر فوراً. ملحوظة مهمة: لما تيجي تطبخيه الشوربة لازم تكون بتغلي وتنزلي بالقلقاس وهو متلج، اوعي تسيبيه يحك. ثانياً خضرة القلقاس، سلق وكزبرة خضرة، اغسليهم وشوحيهم مع فص ثوم محترم وقسميهم في أكياس، كل كيس قلقاس مع كيس خضرته. أو بطريقة تانية، اغسلي الخضرة وقطعيها وافرديها في مكان فيه تهوية لحد ما تنشف خالص، اطحنيها وشيليها في كيس في باب التلاجة. ثالثاً السبانخ، السر هنا إنك تغسليها قبل التقطيع ومعاها الكزبرة بتاعتها، سيبيها تتصفى، قطعيها وعبي في الأكياس، دي أضمن طريقة تحافظ على فايدتها. رابعاً الفاصوليا والبسلة، الفاصوليا نضفيها وهي سليمة، اغسليها قطعيها وعلى الفريزر، والبسلة فصصيها واغسليها ونشفيها كويس وشيليها في اكياسك، ولو حابة تضيفي جزر قطعي المكعبات اللي تحبيها وضيفيها. خامساً الكوسة، قشري وقطعي وشوحيها دقيقتين بس في معلقتين زيت، لما تبرد خالص عبيها في اكياس وشيليها. سادساً خضرة المحشي، عندك طريقتين: إما تعملي خلطة المحشي وتسبكيها بالخضرة وتشيليها جاهزة، أو تشيلي الخضرة لوحدها، غسيل تقطيع وعلى الفريزر. سابعاً الطماطم ملكة المطبخ، اغسليها وقطعيها 4 وحطيها في حلة من غير نقطة مية، لما تتسبك اضربيها في الخلاط وصفيها وعبيها، وممكن تخزنيها سليمة زي ما هي، وقت الاستخدام حطيها تحت الحنفية والقشرة هتطلع معاكي بكل سهولة. ثامناً الجزر، نوعي في تقطيعه، مبشور للسلطة، مكعبات للبسلة والشوربة، وحلقات مسلوقة عشان أحلى عصير برتقان بالجزر. تاسعاً القرنبيط والكرنب، السر في نص السلقة، مية مغلية معاها ملح وكمون، طلعيه وافرديه يبرد وبعدين قطعيه وشيليه في علب أو أكياس. عاشراً الفلفل الألوان، قطعي شرايح ومكعبات وشيليه في علب، والفلفل الرومي والحامي افرميهم وخليهم جاهزين عندك لأي تتبيلة. الحادي عشر البطاطس زي الجاهزة، قطعيها صوابع أو حلقات واسلقيها لمدة 5 دقايق بس في مية فيها خل سكر وملح، طلعيها على مية ساقعة تلج، صفيها وقلبيها في معلقتين زيت وافرديها في صينية تتجمد وبعدين لميها في اكياس، وكده بقت جاهزة للتحمير في أي وقت. أخيراً الملوخية، الطريقة الأولى تقطفي تغسلي وتشيليها ورق زي ما هي وفرميها وقت الطبخ. الطريقة الثانية بعد الغسيل نزليها 3 دقايق في مية مغلية وبعدين مية ساقعة واضربيها في الخلاط وشيليها خضرة وجميلة. استنوا معانا باقي أسرار التفريزات. لو استفدتي من الفيديو ما تنسيش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، اللايك بيفرق معايا جدا عشان استمر وأقدم لكم كل جديد، وما تنسوش في الختام الصلاة على الحبيب.